الترجي يرجع لسكة الانتصارات في انتظار مقابلة دوري الأبطال الإفريقية البطولة التونسية من ماتش متأخر كونتر النادي البنزرتي في بنزرت. الماتش تلعب مع ماضي ساعتين ونص 8 نوفمبر. المباراة المؤجلة كما قلنا من ملعب 15 أكتوبر لحساب منافسات الجولة 7 ذهاب من المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة. اللقاء دار بقيادة الحكم الدولي هيثم جيرات وبمساعدة اسكندر جاب الله والياس إبراهيم وحسني النيلي كحكم رابع، في حين راقب المقابلة محمد المدب. وصار التأجيل نذكروا للماتش هذا تلعب اليوم بسبب التزامات الترجي في الدور التمهيدي لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، ومن بعدها السوبر الإفريقي، وقبلها زاد التوقف الدولي. قبل ما نرجعوا لتفاصيل المقابلة والانتصار، نرجعوا لانتعاشة خزينة الترجي بمكافأة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إثر بلوغ الفريق محطة نصف نهائي الدوري الإفريقي الأفريكان فوتبول ليج 2023 اللي شارك فيها بنسختها الأولى. فخزينة نادي باب سويقة انتعشت بحوالي مبلغ 1.7 مليون دولار، أي ما يقارب 5 مليارات و300 ألف دينار تونسي، وهي مكافأة الوصول لهالمرحلة من المعترك القاري المستحدث، إلا مصاريف التي غطت عليها هذه المكافأة لكافة مصاريف الانتقالات الصيفية الماضية. الترجي يرجعها ثاني وثالث والحمد لله، بتشكيلة ضم أمان الله مميش، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميدة، محمد والد دربالي، والعودة حسام تقاي، أنصاسي، أسامة بوغرة، كيبا سوي، ورودريغو رودريغاز البرازيلي. وبغياب بارز للمتألق النجم الصاعد الشاب غيث الوهابي وبقية التكتيكات وبقية المصابين نتمنى عودتهم، ومن بينهم غيلان الشعلالي في القريب العاجل. حسام تقا من ركنية من دقيقة 12، المدافع براسية يسجل ضد مرماه أشرف الفرشيشي. من أول الماتش الترجي يلعب هجوم ضد دفاع، نحكيو على أول ربع ساعة. من بعد الترجي جيري اللعب ويحاول إنه يمتص لماكسيموم إلا خلينا نقولوا تقدم متاع ملاعبية بنزرت باش إنهم يفتكوا الكورة، والترجي يحاول بقل الأضرار وبقل المجهود إنه يخلق فرصة يجيب منها هدف. ما شفناش برشا تكتيك وما شفناش برشا حركية في الأظهرة وما شفناش برشا صنع لعب وإلا تدوير كورة صحيحة. شفنا أكثر ممكن تجيري في اللعب وتجيري في الماتش باش تجيب 3 نقاط وعطيك تربح من أول رجعة بعد السوبر الافريقي في بطولة وفي ماراثون متاع مقابلات جاية. التغييرات صارت في الميتون الثاني، من بعد الهدف جاء في دقيقة 43 من بعد دقيقة 12 أنصاسي اللي يسجل ويتألق. من جانب آخر اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طاقم حكام مصري لإدارة مقابلة الترجي والنجم الساحلي بدور المجموعات، وهذا اللي يهم جمهور المكشخة لبطولة دوري الأبطال الافريقية، الدوري اللي غايب على الفريق واللي يحب يسترجعه إن شاء الله بلقب لما لا. 25 نوفمبر الموعد في الملعب الأولمبي برادس. التحكيم محمد عادل حكم ساحة، سامي هلهل وهاني عبد الفتاح مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكم رابع. نذكروا أنه الترجي يبحث على تجديد العهد مع لقب البطولة اللي خسروا الموسم الماضي لفائدة غريمه التقليدي النجم، واللي جمع في نفس المجموعة لدوري الأبطال الإفريقية. كيف الترجي فريق الدم والذهب عانى من لعنة الإصابات من مرحلة الحسم في البطولة عمناول، وهو ما جعله ينهزم في عدة مقابلات هامة. نذكروا أنه الفريق العاصمي يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة الأبرز في تونس، وب32 لقب طوال التاريخ الذي يزيد عن القرن ما شاء الله. كما زاد الترجي في فوزه بكأس تونس، لازم يرجع الحاجة هذه من موسم 2015-2016، إفشال في تحقيق اللقب هذا تحديدا منذ فوزه بالمقابلة النهائية بهدفين دون رد على حساب جاره التقليدي الغريم النادي الإفريقي. وذكروا أنه شيخ الأندية التونسية نهائي الكاس اللي خسرها في 2019-2020 أمام الاتحاد المنستيري، وآخر نهائي عمناول ضد الأولمبي الباجي 22-23 في الموسم اللي حققش فيه حتى حاجة في البطولات المحلية والقارية على غير العادة. الترجي ختاما يلحق ويسعى نحو الزعامة الإفريقية، بذلك بعد سجل 4 ألقاب في دوري الشامبيونز ليج الإفريقية من خلال نسخ 94 و2011 و2018 و2019. وما ننساوش قبل ما نكملوا الفيديو انه الترجي كيف يرجع للعودة الى منصة التتويج منذ نهار 3 جانفي ان شاء الله اللي جاي، حيث يلتقي النادي الصفاقسي في كاس السوبر المحلي واللي اتأجل برشا مرات موسم 2021-22.